ومعي الكابتن عبد الله وبران. عبد الله، بديت مع الحلقة باركت له بفوز المنتخب الكويتي، وجه المباركة للاعبين، قلت له ليش ما تبارك للاتحاد؟ قال لي اللاعبين اللي يستحقون المباركة، الاتحاد ما عمل شيء. فأنا بوجه لك الكلام، يعني يتحدث على معسكر، يمكن من خلال إجابتك قبل شوي سمعتك تقول أن في التسهيلات والأمور اللي قدمتوها. عبد الله يعني ينافي هذا الكلام كامل ويقول الاتحاد ما قدم شيء للمنتخب. ردك؟ احنا طبعا نرحب بالساده المتواجدين عندك بالاستديو، وان شاء الله يكون المباراه اعجبتهم. طبعا كل شخص له رايه، يعني عرفت. يمكن عبر الاثيره وعبر التليفون الحين انا قاعد اكلمك يختلف لو اجاب لبيه بيه، لكن باختصارا جدا يعني احنا ما عندنا مشكله. التبريك للابطال، ودائما للابطال اللي يلعبون. اللاعب دائما هو اللي ياخذ الكريدت، لانه هو اللي تعب، هو اللي عرق، هو اللي حقق الفوز. احنا المهم انه يكون عندنا فريق، سواء داخل او خارج الملعب يكون عندنا فريق، هذا اللي ننشده. الله سبحانه وتعالى اليوم سخر لنا الامور، لم نكن الافضل لكن حققنا الاهم. الحمد لله على كل حال، واشكركم واعذروني لان ورانا عشاء ترى، يعني مرتبطين، وعندي بعد اخواننا في القناه الثانيه ناطريني. فتعذروني، سلامي للجميع. واكو واحد مذيعكم الظاهر خذ شيء من مخباتي ما ادري شنو. لا مشكورين. بس ابو مشعل نبيك وقت ثاني معانا لازم. مشكورين. لحظه، تفضل يا مشعل القحطاني، تفضل. طيب عبد الله تسمعني ولا لا؟ طيب خلاص. طيب يعطيك العافيه. يمكن الشيخ ما اعطانا اجابه واضحه. لا بس اعطاني انا اجابه واضحه. ايش قال؟ لو انا اكون متواجد يختلف الكلام. انا اقول على الهواء، انا واجهك في تبي اجي الرياض على الهواء نطلع او هني نطلع، حياك الله. انا كلامي واحد، انت واتحادك فاشل في دبي، في الرياض، في اي مكان. انا كلامي واحد، انت تقول هيأت كل شيء للفريق، بعرف شنو هيأت المعسكر مال تركيا. انا قاعد اكلم الشيخ بعد طلال على الهواء الان، واقول اذا كان مو هو قال اذا انا متواجد تغير الكلام. اقسم بالله العظيم كلمتي ما يغيرها لا شيخ طلال ولا اي شيخ بعد. ايش رايك؟ وعلى الهواء انا اقول له عبد الله، بس يعني دائما رايك يمكن يشوفون ان رايك دائما الانتقاد يعني ما تشوف شيء ايجابي. اذا في شيء ايجابي اول ما اتكلم انا. يعني الحين ليش انا فرحان على الفوز وبارك للاعبي والجمهور الكويتي؟ لانه هو اللي يستحقون. يعني الشيخ طلال يقول انا اعذروني على العشاء وعندي قناه ثانيه، ما ندري العشاء ولا القناه الثانيه، فهو رجل يحب بيطلع هني وهني، لان الفوز يطلعهم، الخساره يهربهم.